تخيل معايا يومك كله من اول ما تصحى لحد ما تنام ضايع في المدرسة والدروس وحتى الواجبات، واصحابك شايفهم بيلعبوا وانت مش عارف تلعب وماسك الكتاب بس. بتحس ان ال 24 ساعة دول مش مكفيين حتى انك تنام زي الناس. انا كنت فاكر ان خلاص كده مفيش امل ان انا اذاكر والعب وكمان انام 8 ساعات، ولكن في لحظة فكرت فيها وقلت لا، انا مش هسيب اليوم كده يعدي مني، لازما اقسم يومي والعب كمان فيه. ولحظة التغيير بدأت من اليوم اللي أنا قعدت فيه مع نفسي وقلت ليه أخسر يومي من غير ما ألعب فيه ولا أنام. ومن هنا قلت لازم أقسم يومي، وقلت أعمل جدول بسيط. أنا عارف إن أنت ممكن تكون ما كتبتش جدول قبل كده في حياتك. من هنا بقى بدأت الفكرة إن أنا أعمل لنفسي جدول بسيط من غير ما أخسر ولا نوم ولا نام. يومي زمان قبل الخطة كان بيمشي كالآتي: كنت برجع من المدرسة مثلا على الساعة 2، طبعا جسمي مهدود وتعبان. أول ما أوصل البيت أروح فاتح الموبايل وأقول هقعد 5 دقايق بس، وفجأة أبص في الساعة ألاقي الساعة جت الساعة 4 وعندي دروس من الساعة 4 لحد الساعة 6 ولسه واجبات بقى ما اتعملتش. فحرفيا على آخر اليوم بتبقى دماغي خلاص هتفرقع. فلو انت كنت كده كمان كنت بترجع من المدرسه وتقول مثلا افتح الموبايل 5 دقايق بس وتلاقي اليوم طار، فاكتب لي في الكومنتات وابقى خلاص بقى اليوم طار، ولا لعبت ولا ذاكرت ولا حتى ولا في الاخر كمان هنام متاخر بسبب ان انا بدات مذاكره متاخر. كنت كل يوم بنام متاخر وبصحى بدري، وده حرفيا بيخليني مهدود طول اليوم ومش بركز كمان في الحصص. تعالوا بقى نتكلم عن الخطة اللي انقذت يومي. كانت بتبدأ مثلا من بعد المدرسة، اللي هي بخلص المدرسة على الساعة 2. أول ما أرجع من المدرسة بقى بغير هدومي وآكل حاجة سريعة كده وأبدأ أريح نص ساعة، طبعا من غير ما أمسك الموبايل ولا أشوف فيديوهات طويلة ولا الكلام ده كله، لأن أنا عارف نفسي. بعد كده الفترة اللي بعدها اللي هي بعد المدرسة وبعد الراحة بتبقى فترة الدروس، اللي هي غالبا مثلا بتبقى من الساعة 2:30 لحد الساعة 6. الفترة دي بعمل فيها ايه؟ بروح الدروس من غير ما اضيع وقت. اول ما اخلص الدرس اروح على البيت، ولا بقى اقعد اضيع وقتي مع اصحابي سواء في اللعب كورة مثلا او بلاي ستيشن، لان انا عارف ان في وقت مخصص هلعب فيه. بعد كده بقى وقت المذاكرة اللي هو بيبدأ تقريبا من الساعة 6:30 لحد الساعة 8. الوقت ده بيبقى كل تركيزي على المذاكرة، وبذاكر في الوقت ده بطريقة البومودورو، وانا كنت عامل فيديو بتكلم فيه عن طريقة البومودورو بشرح كامل يعني. المهم طريقة المذاكرة بتبقى عاملة ازاي؟ بتذاكر 25 دقيقة وبتريح 5 دقايق، اللي انت يعتبر كده خدت نص ساعه، 25 دقيقه مذاكره و5 دقايق راحه. وفي الاخر بقى بلاقي نفسي خلصت المراجعات والواجبات من غير ما احس باي حاجه. بعد كده بقى بيجي وقت اللعب اللي هو بيبقى من الساعه 8 لحد الساعه 9، وده الوقت اللي انا كنت مستنيه من يومي. الوقت ده بقى ممكن بلعب فيه كوره مع اصحابي او العب على البلاي ستيشن او حتى اقعد اتفرج على التلفزيون. بعد كده وقت النوم اللي هو بيبدا من الساعه 9:30 مثلا لحد الساعه 10. في الوقت ده ببدا اجهز شنطتي ليوم المدرسه، وببدا انام مثلا واصحى الساعه 6. ببقى نايم 8 ساعات حرفيا، ببقى صاحي مركز وصاحي زي الاسد جاهز ليوم. صحي ليك بقى ما تستناش وقت المذاكره ده يكون في اخر اليوم، لا خليه في اول يومك، يكون بعد الدروس على طول. اول ما تلاقي وقت فاضي اقعد ذاكر، وافتكر دايما ان اللعب مش حرام، بس خلي اللعب ده مكافاه ليك بعد ما تخلص مذاكره. عايزك بقى تستغل الطريق بتاعك، مثلا لو كان عندك درس وبعديها فتره صغيره فاضي فيها وبعد كده درس تاني، او مثلا فسحه مثلا، او مدرس مثلا غاب في الحصه، فانت في الفتره دي ممكن تقعد تحل واجبات، تراجع على شويه كلمات، اي حاجه بحيث تذاكر فيها وما تضيعش وقتك. وعايزك بقى تقولي في التعليقات ايه اكتر لعبه بتخطفك من المذاكره. بص، لو حسيت في يوم ان الوقت بيجري منك افتكر حاجه واحده: ان يومك ملكك انت. مفيش حاجه اسمها مفيش وقت، في حاجه اسمها ما وزعتش يومي صح او ما قسمتش يومي صح. ولو في يوم حسيت ان الوقت بيجري منك افتكر حاجه واحده: ان اليوم ده ملكك انت. انت بس اللي مش عارف توزع يومك صح، ولو وزعته هتلاقي ان يومك ماشي صح. ولو اديت كل حاجه حقها اللي هي المدرسه والدروس واللعب والنوم، هتلاقي ان الحياه مليانه كل حاجه، انت بس مش عارف تتحكم فيها. جرب الخطه دي من بكره وخلي اللعب هو مكافاتك، مش سبب انك تاجل المذاكره علشانه، والفرق هتحسه من اول اسبوع. يلا بقى استعد من النهارده انك تكون قائد يومك، مش يومك هو اللي يكون قائد عليك. ولو انت اب او ام شارك الفيديو ده مع اولادك، لان انا عارف انه هيفرق معاهم زي ما فرق معايا. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على زر اللايك.